جوزيه جوميز اهلاوي من صغره. شفت ده بتاع البليله صغنن جوزيه جوميز وهو بيقول تصريحات. هو بيقول تصريحات امبارح اهلاوي من صغره. بيقول لك الاهلي فريق عظيم واللاعيبه عظماء، عظمه لله وحده. فريق منظم وفريق قوي و11 لعيب بيلعبوا، ينزل 11 لعيب مكانهم، والاهلي فريق عظيم ويستحق البطولات. اتاري اهلاوي من صغره. اهلاوي من صغره، وبن قلبي خلاص قرب انتهي صفقته مع الزمالك ويجي الزمالك. بن قلبي جدد يا بن قلبي. وزيزو، زيزو يرحل عن الزمالك، خدها مني. لما اجي اقول لك حاجه، زيزو يرحل عن الزمالك. الراجل جوزيه جوميز كلامه امبارح بيقول لك انه عادي، معنى كلامه كده انه عادي الراجل ما يمشي عادي. فزيزو غالبا ماشي عن الزمالك وده تمهيد. وبعد اللي عمال يطلع من اخبار ان والده زعلان وزعلان من بعض الاعلاميين الزملكاويه اللي عمالين يقللوا من زيزو، فعلا هو ده اعلامهم يا حاج مصطفى. ما ده اعلام الزمالك. انت مفكر فين؟ مفكر نفسك ايه؟ طول ما انت بتلعب معاهم وبتديهم وتتنازل عشانهم، خلاص حسوا ان انت كده كده يبقى هيقطعوك. وزيزو ده هيبقى ما يسواش بصله. زيزو ده هيبقى ملوش في الكوره اصلا ولا بيعرف يلعب. هتقول لا يا عم، لا يا عم، استغفر الله يا عم. طيب يا عم، يا رب زيزو يمشي وانت تتفرج. لا جمهور ولا اداره لهم خير في حد، لا ده ما لهمش خير في نفسهم. فعادي خالص تمشي يا زيزو من هنا وهتتقطع يا زيزو. مش عشان الفلوس، ومشي وعشان وده ما مالوش في الكوره اصلا وهيقطعوه. بعض السفله بتوع البليله، السفله اللي بيقللوا من حصول الاهلي على البطوله. هي البطوله كانت على بطوله الدوري يعني. هي بطوله الدوري اللي خدوا الزمالك 2021 حلوين عليهم سمسم، عليهم سكر وسمسم وعسل. الزمالك خدهم كانت البطوله نار. انما الاهلي لما خدها خلاص بقت بطوله ضعيفه. يا عم ضعيفه، ناخد بطولات ويعيش الاهلي ويفضل دايس على وشكم. يا شويه هجاصين يا شويه كدابين، وخصوصا الاصفر والهجاص، الاصفر الكذاب والهجاص اللي معاه كذابين بيتنفسوا كذب. دي نقطه. يا كابتن محمود الخطيب، فين الصفقات؟ فين الصفقات لحد دلوقتي؟ فين؟ بقى 10 ايام والقيد يتفتح ويتقفل. بقى اصلا 10 ايام في القيد، 31/8 يقفل القيد. فين الصفقات اللي احنا مستنيينها؟ فين؟ هنعمل ايه؟ ما خلصتش ليه صفقه بن رمضان؟ فين المهاجم؟ فين المدافع اذا كنت هتجيب مدافع؟ ما خلصتش ليه؟ لا خلصنا صفقات من بره ولا من جوه. اللعيبه اللي من جوه مين اللي جاي؟ وجاي امتى؟ ما خلصناش ليه؟ ما انت ما تقوليش ده اصل انا خلصت بس مش هعلن الا يوم 30 مثلا. يمكن احنا داخلين على بطولات وعايزين لعيبه صاحيه معانا الفتره اللي جايه، وعايزين اللعيبه عندها دوافع جديده. مش هنفضل بقى كده. احنا بننتقد اهو بالراحه اهو. فين الصفقات يا كابتن بيبو؟ يا رب نخلص من موضوع الصفقات ده. والصفقات اللي بتوصل للاعلام، في مشكله عندك في الاداره، في مشكله عندك في الناس اللي حواليك. لما كل صفقه متسربه كده من قبل ما تتنفذ، بعدين في المشكله دي. خلصوا لنا الصفقات يا كابتن بيبو. خلاص 10 ايام قدامك بالظبط، 10 ايام، 10 ايام قصادك بالظبط. طب وبعدين طيب هنخلص امتى؟ عايزين اللعيبه دي تدخل في السوبر الافريقي اللي جاي ده. اول بطوله سهله من ماتش واحد نخلصه. مش هنفضل نتدلع كده. زيجو ميز اهلاوي. ويعيش الاهلي ويفضل دايس على وش بتوع البليل. زي تشوف اللي هو اسمه الدغديغي الاصفر الكذاب الهجاص، تشوف عروقهم متنفخه. يعني بص شوف الدرديري ده بيكتب على صفحته، تبقى تحس هو بيكتب عروقه متنفخه من الكتابه على الاهلي. والاهلي ده هم يعني بياكلوا عيش من ورا الاهلي، برامجهم، صفحاتهم.
طالعين شغالين ورا الاهلي، يعني ما حدش فيهم واقعدوا تابعوا برامجهم. ممكن يتكلم لك عن الزمالك وعن الانديه التانيه، ده 5 دقايق وده 5 دقايق وبتاع، باقي اللي هي الساعه ونص ولا اللي قاعدينه طول الليل ده بيتكلم عن الاهلي وصفقات الاهلي ومشاكل الاهلي واوضه لبس الاهلي، وامتى الاهلي هتسقطه وامتى الاهلي يقع وامتى الاهلي. جاتكوا القرف. الاهلي سيدكم هيفضل داس على وشكم باذن الله، والاهلي قوي والاهلي جامد. ماشي، الاهلي جامد والدوري ضعيف وهناخده غصب عن وشك. ماشي. للاسف يعني العالم دي، ودول اغلبهم متاجره، والله متاجره باسم الزمالك، لان الزمالك معروف فشله فين. الزمالك يعني هنقول لكم على حاجه ما كانش المفروض نقولها. الزمالك محتاج اداره، تنظيم اداري. بس انت خليك في خيبتك، خليك في خيبتك، خليك عايش على المظلوميه، واحنا نعيش ونعد بطولات باذن الله، والاهلي يعيش ويعد بطولات باذن الله. السلام عليكم.